إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم أوسا سبور، مع آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المنتخب الأردني بقيادة طبعا الإطار الوطني جمال السلامي. اليوم المنتخب المغربي دابا في مرحلة الحسم، وكيحضر هذه المباراة هذه مشاهدينا الكرام بهدوء وتركيز طبعا وعمل منظم. طارق السكيتيوي عارف اش كيعمل، طاقم التقنية عارفين اش كيديروا، وكذلك اللاعبين عارفين انها 90 دقيقة ما غاديش تكون سهلة مع منتخب ليس بالسهل. كما كنعرفوا لان طيار المنتخب السعودي اللي كان بين قوسين كيقول هو اللي غادي يدي كأس العرب، ولكن هاد الجوج ديال المنتخبات صعدوا الى القمة في نهاية كأس العرب في قطر 2025. اذا مشاهدينا الكرام، الاستعدادات طبعا ما كتكونش غاب الكرة ويجري بالكرة، كاينه خدمة تكتيكية كتكون على التمركز، على الضغط، على التحولات السريعة. والمدرب طارق السكيتوي خدام باش كل لاعب يعرف فين يتمركز، باش كل لاعب يعرف الدور ديالو بلا ارتباك. هذا هو الوضوح اللي دائما كيعودنا عليه طارق السكيتوي، ان كل لاعب كيعرف بلاصة ديالو وكيخدم على ديك البلاصة اللي كيعرف. 11 لاعب اللي غادي يكون في ارضيه الملعب غادي يكون حامل هذا المشعل هذا، انه يضغط، انه يعرف يتمركز، انه يعرف يعمل التحولات السريعه. هذا هو المنتخب المغربي اللي إذا عمل هذا الشيء هذا كامل وطبقوا، كونوا اكيدين مشاهدينا الكرام انه غادي يفوز بكأس العرب. اذا مشاهدينا الكرام، كاين جانب اخر هو الجانب الذهني. الطاقم بطبيعة الحال خدام على تخفيف الضغط باش اللاعبين يدخلوا المباراة براس هاني. الرسالة غادي تكون واضحة، الماتش مهم ولكن الثقة أهم. اللاعبين بان عليهم الهدوء والرغبة في التتويج،
بلا توترين زائد. هذا هو الشعار اللي غادي يكون في المباراة ديالنا امام المنتخب الاردني يوم غد. جميعا غادي سنحج باش نشجعوا المنتخب ديالنا المغربي، ويكون الهدف هو التتويج بكأس العرب مع هذا الطاقم التقني الرائع بقيادة طارق سكيتوي. كان معكم أوسا سبور. ما تنسوناش بالدعم، وما تنسوناش بالجيم، وما تنسوناش بالتعليقات ولي كومنتير، ما تنسوناش بتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. تهلا.